هو حلو أوي وجميل جدًا إن اللي يجتهد في حاجة يوصل لها في الآخر، أو يحقق اللي هو عايزه في الآخر. فبما إن أرسنال اجتهد وعمل اللي عليه واشتغل وذاكر وسهر الليالي والحاجات الجميلة دي، فقدر إنه يوصل لsemi final دوري أبطال أوروبا. وطبعًا يعني أي حد اجتهد في أي حاجة ووصل لها في الآخر، فهو أكيد هو يستحقها. يستحقها وِش، لإن أنت الناحية التانية أنت بعد ما خسرت ال3 أنت عمّال إيه بقى، كمية الفيديوهات اللي عمّالة تلِم reach ليها لصفحات ريال مدريد كلّها، وهنعمل وهنسوّي وهنفجّر وهندمّر هو أنت عيسى الوزّان، هو في إيه؟ وأنت هنعمل وبتاع وهنسلُق ونسلُخ ونشوي ونجلد وندعس أنا ما شُفتش أي حاجة منها. فيديو طلع قدّامي على الفيس كده 5 ثواني اللي شُفتهم الأولين وخلاص، اللي على الإنستجرام بس. غير كده غير كده كل ده أنا عارف إن هو لا يُغني ولا يسمن من جوع، كل ده هبل وهري وبُص كل ده مش لازمه، كل ده ما لوش لازمة. أنت هتعمل إيه في الملعب، أنت هتعمل إيه في الملعب، ورّيني هتعمل إيه في الملعب. ما تجيش تقول لي أصل إحنا والفيديوهات والملعب وهنقفل سقف الملعب ده هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه، هو ده تحضيراتك للماتش، حاجات إيه أنت عمّال تتكلم فيها تقول أصل إحنا نتفائل ونتشائم، وأصل إحنا عملنا كل ده قبل كده فعملنا ريمونتادا. طب أنت تحضيرك الفني إيه بقى في الملعب؟ إيه اللي هتعمله في الملعب عشان يؤدي بقى إلى هذا؟ ما فيش، ما فيش. ديفيد رايا الناحية التانية حارس أرسنال شكرًا، شكرًا يا شبابيك دي، شكرًا، واقف كده ما جاش عليه أي حاجة خالص يا بيه، خالص، ما جاش عليه حاجة خالص يا بيه، ما جاش عليه ده هو الكورة اللي جابها امبابي الoffside دي، ماشي، جدع. يعني هو هيعمل له كده بعد ما هو رمى نفسه على الكورة وطلع offside، رايح يقول لمبابي يقول له جدع خليك واقف في هات الجوان كلها في الoffside، برافو good job good job عليه. بس كده، فاهم؟ إيه بقى اللي حصل بقية الماتش؟ الجون اللي إحنا جبناه سليبة ده يا بُص ما ي ب الجماهير كلها تقول لي على كيفيور ابن امبارح اللي بنجيبه دكة في الفانتازي كمالة عدد ده، من امبارح يلعب الماتشين أحسن منك. أنت فاهم هُم بيتكلموا في إيه، فاهم هُم بيتناقشوا في إيه، هُم كسبانين 5 مجموع الماتشين، أنت فاهم؟ لأ، لأ في فرق ما بين فريق اجتهد وسعى وعنده عناصر فيها جودة في جميع المراكز، مش جودة في الهجوم بس ولا جودة في نُص الملعب بس ما فيش الكلام ده. أنت تيجي تبُص على التشكيلة كده إحنا بادئين بكورتوا، ماشي يا عم كورتوا ماشي حلو جميل، مين بقى الباكات؟ لوكاس فاسكيز وألابا. كون إن دول لسه موجودين أصلًا كقرار إداري من النادي الناس دي لسه تفضل موجودة ده عبث، فتبعه قرار فني في الملعب الناس دي تلعب، فده عبث بالعبث الأولاني فخربت. خربت خالص. قلب الدفاع راؤول أسينسيو وروديجير، ضربة الجزاء اللي عملها راؤول أسينسيو دي في حكام ممكن ما تحسبهاش على فكرة، عشان الناس عمالة تقول لأ دي بتتحسب ولازم تتحسب ومش عارف إيه، كورتوا صدّها بعد كده من ساكا اللي خربها أصلًا في ويمبلي قبل كده قدّام إيطاليا في اليورو، فهو متعوّد، هو ساكا متعوّد على البلاوي السودا دي، عادي يعني ما يعني هو شال كتير وبيشيل وهيشيل وكل الكلام الحلو ده. طيب بعد كده بعد اللي حصل بقى ده كله إيه اللي يحصل بقى تاني؟ لأ ييجي ساكا بقى حاطط يا نهار أسود! شُفت الجون اللي دخل فيها الجون الأولاني عمّالين يقسّموا 1 و2 و3 وهوب، هوب، هوب، وهو قام قاطع مرّة واحدة اتلعبت له في الوقت المضبوط، والّا بقى تقول لي offside والّا تقول لي خط دفاع والّا تقول لي كورتوا ولا أي عمّالة تشِب وفيه ولا أكنه لسه مضيّع ضربة جزاء. فساكا ده لأ، ساكا لعيب جامد. خلاص انتهى النقاش، لقد انتهت المناقشة هنا، لقد حتفها المناقشة في الموضوع ده، خلاص، ساكا ده لعيب جامد، ساكا ده مش مجرد بالونة نقعد ننفخها وييجي تتفرقع قدام السيتي، لا يا معلم، لا يا معلم ما فيش الكلام ده خلاص، ساكا لعيب جامد، أنت عندك نُص الملعب والله داني سيبايوس لعب، مودريتش لعب، تشاوميني لعب، طبعًا كامافينجا مصاب، بريما دياز لعب بعد ما الأستاذ إمبابي اتصاب وطلع. وممكن بيقول لك ده هيقعد أسبوعين مصاب كمان، بعد ما رودريجو كمان طلع ولعب، يعني فاهم وهندريك لعب وفينيسيوس والناس كلها لعبت أهو، أنت ما عملتش حاجة،
ما فيش حاجة، ما في هندريك كورة شايطها فوق خالص بعيد، جات له جوّه عند ال6 يارد ما صدّقش نَفْسه، شاطها بعيد خالص، بينما دياز في الدقيقة 90 عمل واحدة كده وقام شايطها ديفيد رايت صدّها بس. فأنت فين بقى الهجوم اللي أنت فين؟ ما فيش. أنت عندك جودة على مستوى الهجوم مش قادر تستغلّها ليه؟ لإن الكورة يا بيه ما فيش حاجة اسمها إن اللعيبة دي تجيب دوري الأبطال لوحدها، ده هبل، أو إن اللعيبة دي تجيب بطولات لوحدها، لا ما فيش الكلام ده، كورة مدربين ولاعب، عناصر مشتركة مع بعض، مقدمات تؤدي إلى نتائج، فين بقى المقدمات بتاعة حضرتك دي؟ المقدمات ب60 كلب، والله مقدمات ب60 كلب كلها، نتفائل ونتشائم، هو ده التحضير بتاعك للماتش. يالّا هيا بينا، يالّا بينا، يالّا بينا كلنا مع بعضينا، يالّا بينا. عندك الناحية التانية الجون التاني فران جارسيا اللي نازل بديل على فكرة مكان ألابا، مارتينيلي لعب ال90 دقيقة كلها واخد حتة سبرنت يخرب بيتك، ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا جدعان ده يا جدعان؟ أنتم بتعملوا إيه؟ ده مارتينيلي واخد الكورة لا يا باشا لا، لا، لأ، أنا هاعدّي منك، أنا هاضرب سبرنت أكن أنا لسه نازل الماتش عادي. ومارتينيلي ده بيضربوه بالشبشب طول الموسم في أرسنال، ده تروسارد كان بيلعب عليه، شوف عامل sprint في الدقيقة 90 ما فيش وجه مقارنة. أرتيتا طلع بعد الماتش يقول لك إحنا قضيت أحسن ليلة من أحسن ليالي في حياتي، شبه ما هو معاه حق، معاه حق يا بيه، كسبان يا بيه ريال مدريد رايح جاي يا بيه، حقه، حقه كابن من أبناء نادي أرسنال اللي ما خدش ولا دوري أبطال قبل كده على فكرة، واللي هو باريس سان جيرمان. يا الله، الله، الله! ده إيه الsemi final الجميل ده! فرقتين ما خدوش دوري الأبطال قبل كده، والألقح بقى للناحية التانية الإنتر واخد كام دوري أبطال؟ 2، ما حدش عايز يفتكر أساسًا. برشلونة بقى الناحية 5 دوري أبطال بقى لهم 10 سنين، ياه! ياه! شُفت لابورتا الفيديو بتاع لابورتا اتجنن، اتلحس يا بيه، دماغه اتلحس، ما صدقش إن هو في semi final. بيريز بيصحى الصبح يفتح يلاقي 15 دوري أبطال في وشه، ما يعني في فرق يا بيه، في فرق في المقامات وفي في فكده، كده ده واقع مش هيتغيّر غير ربنا يحيينا ويحييك بقى بعد 10 سنين والّا حاجة، لازم فريق واحد يقعد يفضل ياخد كل البطولات بتاعة دوري الأبطال، أو 8 سنين، يبقى ميلان بقى مثلًا والّا حاجة، غير كده ما لأ، حلو، وعلى فكرة الحاضر مش بتاعنا، الموسم ده مش بتاعنا. ماشي، جه الوقت بقى اللي إيه، نبطّل فيه زَق، لأ ما عادش في زَق، خلاص، الموسم ده مش بتاعنا، والماتش بتاع برشلونة في الكلاسيكو بتاع نهائي كاس ملك أسبانيا أنت هتخسره، فخلاص، والماتش اللي هتلاعب فيه برشلونة في الدور التاني في الدوري عشان بقى تخش بقى في الصراع والبتاع هتخسره. وأي حاجة هتحصل غير كده ده استثناء، لكن دي مش قاعدة، القاعدة وأصولك الفنية اللي كان المفروض ترجع ليها في ماتش زي ده أنت ما لقيتهاش، لأنها مش موجودة أساسًا، فريال مدريد لا يضاهيه أحد غير هذا العتي، هذا العتي يعني مفتري اللي ورايا ده، غير كده ما فيش، هم دول بُص العالم ده مقسوم نصين، الأهلي وريال مدريد، الباقي بقى ده باقي ما باقي بقى ده هو مانشستر يونايتد بقى اعمل له تاريخ، اعمل له كده ميلان بتاع، والميلان أنا ما عنديش مشكلة مع الميلان في إيطاليا أنا ما يعني الميلان لمّا بيكسب والله برافو عليهم، أنا ما باشجعوش بس باميل للميلان، غير كده ما فيش لأ، أندية تاني في العالم هُم خلصوا أساسًا، حلو، واللي عمله أرسنال ده هيتحاسب عليه بس مش دلوقتي، هييجي اليوم اللي هيحاسب عليه، زيه زي السيتي، زي ليفربول، زي تشيلسي، كلّهم بيحاسبوا، يعني أرسنال مثلًا مش هاحاسب عليه ليه؟ قُل لي، يعني إحنا مثلًا يعني لو أنشيلوتي ده غار في داهية ماشي، وأرنولد جاي الموسم الجاي جبنا لنا باك شمال نونو مينديز بتاع باريس والّا جبنا أي باك شمال محترم كده ماشي، وجبنا لنا قلب دفاع جامد والّا حاجة، إيه اللي هيخلّينا ما ناخدش حقنا من أرسنال؟ مثلًا يعني، قُل لي، قُل لي، يعني الأهلي لمّا شد حيله ادّى الترجي على دماغه، وادّى الوداد على دماغه، وادّى صن داونز على دماغه، إن شاء الله صن داونز ياخد على دماغه المرّة دي كمان، عادي. إيه اللي هيخلّينا ما ندّكش على دماغك؟ قُل لي، يعني أرسنال دلوقتي ليه إيه اللي هيخلّيه ما يحاسبش حساب تقيل أوي على اللي هو عمله ده؟ وأنا قُلت إن هم يستاهلوا،
واللي يجتهد لحاجة ويوصل لها هو يستحقها. أرسنال ميكيل ميرينو ده، أنا واحد صاحبي بيشجع أرسنال، ميكيل ميرينو ده ما كانش مقتنع بيه، أنا كنت باقول ميكيل ميرينو ده لعيب فشيخ، ميكيل ميرينو ده في نُص الملعب فشيخ، جه أرتيتا بقى فشخ الفشخ وقال لا أنا هالاعبه shadow striker وراس حربة مش عارف إيه، وهيعمل assist والتاني وأجوان وعلّى على المتعلّي، أنت فاهم حاجة؟ وده كده أرسنال ما عملش حاجة خالص الماتش ده نهائي، لإن هو كل لعيب في أرسنال ما كانش حافظ بس، ده حافظ ومسمّع واخد الدرجة النهائية في إن هو هيعمل إيه في الملعب. عشان كده صليبة الجماهير كلّها ماسكاه دلوقتي اللي هو اللي أنت عملته ده، افرض ما حصل حاجة، افرض كانوا جابوا 3 أجوان إزاي يعني تعمل كده؟ حتى الافتراض مع إن خلاص هُم اتأهلوا، الافتراض هُم حتى مش مستوعبينه، لأ ما كانش ينفع نتحط في الموقف، أنت بتلاعب فريق مستواه طين، طين، أنشيلوتي ضيف شرف الموسم ده، أنت خدت دوري إيه؟ خدت السوبر الأوروبي من أتلانتا، واخد كأس الانتركونتيننتال تشامبيونشيب في الWWE هو ده اللي أنت عملته، والبطولتين يعني معلش يعني مين اللي هينافسك فيهم؟ باتشوكا وأتلانتا؟ هنضحك على بعض والّا إيه؟ أنت واخد بطولتين لكن أنا مش هنضحك على بعض، فأنت دلوقتي كأس الملك غالبًا هتخسره، الدوري غالبًا خسرته خلاص، ف مش عارف، أنا مش عارف، موسم مليء بالقرف، هو والموسم بتاع الأهلي برضه مليء بالقرف برضه، هُم الاتنين ما شاء الله ماشيين على نفس الرينج أو نفس الطين، ومانشستر يونايتد ما فيش نتكلم يعني عليه وسط الاتنين دول خالص، بس الواحد كان عايز يقوله ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويعني تواجد ألابا ولوكاس فاسكيز، فران جارسيا وكارفاخال، ال4 دول، وفكرة إن تشاوميني يلعب قلب دفاع، ال5 دول دي جريمة في حق ريال مدريد.